ازاي تتعاملي مع الشخص النرجسي؟ اي حد عنده اي استشارة عاطفية، اي حد مش عارف يتعامل ازاي مع حبيبه، اي حد في زعل ما بينك وما بين حبيبك، تقدري تتواصلي معايا تحجزي استشارة على الانستجرام هو الشيء الوحيد اللي تقدري تتواصلي فيه معايا شخصيا. الادمن بيردوا عليكم وبيقولوا لكم الاستشارة بكام والتفاصيل وتقدروا تتواصلوا معايا ازاي. يلا بينا على الرجل النرجسي الوحش، يلا بينا. معاكم هدير. ازاي يا هدير اعرف ان الشخص اللي معايا ده شخص نرجسي؟ بصوا يا جماعة، النرجسي ده بيكون عنده صفات معينة. هتقولوا لي انهي برج ومش انهي برج، طبعا في ابراج كتير، يعني هي بتبقى طباع، تمام، بس بيغلبوا على الدلو نرجسي، الاسد نرجسي، الجدي نرجسي، الابراج الترابية كلها نرجسية. آه، في ابراج كتير نرجسيه كتير، كلهم يعني 95% منهم نرجسيين، ما اقدرش احدد ايه هي بقى الصفات بتاعت النرجسي ده. النرجسي ده يا جماعه عنده حب تملك اناني، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل النرجسي هو رجل اناني. رجل اناني يعني ايه؟ رجل اناني يعني رجل عايزك لنفسه ولمتعته الشخصيه والذاتيه فقط. انتي بتاعتي، انتي عينك دي ما تروحش لأي حاجة تانية في الدنيا. انا يا اما انا يا خلاص يا ما فيش، تمام. النرجسي ده بيتبع استراتيجية فظيعة عشان يوقعك في الاول، وهي استراتيجية هتلاقيه شخص عينك بتطلع قلوب 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 كده. اول لما بتشوفيه هتلاقيه بيجمع ما بين قوة الشخصية وما بين التقل وما بين سي السيد وما بين الكرم وما بين مش هتلاقيه هو ده العوض. اول لما هتشوفيه وتتعاملي معاه هتحسي، مش هتحسي، تقولي ايه ده، معقولة يا رب، معقولة، خلاص هو ده. اصبري بس، اهدي على نفسك، تمام. الشخص ده بيحسسك ان هو شخص مثالي، بيحسسك ان هو يعني في الاول بيبدأ ان هو يهتم بيكي جدا 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 جدا. خلاص بيطلعك السما بالاهتمام، بالخروجات، بالهدايا، بكل حاجة نفسك فيها بيعملها لك، تمام. فبتبدأي سيادتك تقعي في حبه، بتبدأي تتمرمغي في الحب، خلاص بتتعمي حرفيا. اول لما هو يشوف ان انت بدأتي تتعلقي بيه، النرجسي دايما بيربطك بيه بمصلحة. يعني ايه؟ يعني هتلاقيه عارفك عشان مصلحة جسدية، يعني بيستفاد منك جنسيا، او بيستفاد منك ماديا، او بيستفاد منك عاطفيا، بيحب يشبع غريزة ان هو عايز يحس بنفسه ان هو مرغوب، فبيبدأ يشبع الموضوع ده معاكي. وكمان بيشبع حتة الصيد، التملك، الأنانية، خلاص. ف فبيكون مربوط بمصلحة معاكي ان انتي، ويعني عايزه اقول لكم مثلا خلينا نقول 60% من النرجسيين بيكونوا متعلقين بالبنت عشان هي مركز، معاها فلوس، معاها مش عارفه ايه، فبيبداوا ان هم يستغلوها ماديا، متسلقين، خلاص. طيب، بيخشوا عليكي بالحنجل والمنجل، وانتي الحب وانتي التوب وانتي الدب وانتي كل حاجه في الدنيا كلها، وبتقعي فعلا وبتحبيه وكل حاجة، وبتعيشي أسعد وأحلى وأجمل أيام حياتك كأنك انت في الهاني مون بالظبط. وإذ فجأة مرة واحدة هتلاقيه اختفى. هو بيختفي ليه يا هدير؟ بيختفي عشان يخونك. أصل انت بقيتي تهتمي قوي، أصل انت بقيتي بدأتي ان انت تعطلي كل حاجة انت بتعمليها في حياتك قبل ما تعرفيه، عطلتيها، عملت لها تيرن اوف، عملت لها شات داون، اوكي، وبداتي ان انت تركزي معاه هو بس، وهو ده اللي هو عايزه. بقى هو كل حياتك، بقى هو رقم واحد في حياتك، الاول والاخير. فوزي، خلينا نسميه فوزي ده الرجل النرجسي اللي في حياتك، خلاص. فوزي ده خلاكي متجننه بيه. لما بيختفي فجأة انت بتتجنني، بتقعدي تعيطي، تبهدلي الدنيا، انت فين، تعاتبي، انت هنا. هو بيعمل حاجة اسمها
اشباع الرغبة عندك. يعني هو يحب يحس ان هو مرغوب، فانت كل ما بتتوسلي له وبتتذللي له وبتتعاتبيه، فانت هنا بتشبعي زي ما قلت لك حته الايه. مش انا قلت لكم قبل كده، الناس اللي متابعاني قلت لكم في رجاله بتتلذذ بذل المراه، ومنها مين؟ منها الدلو، منها العقرب، منها الجدي، منها العذراء، منها في كذا راجل كده. اول لما الست بتبدا تقول له طب انا عملت ايه، طب اخر مره، طب نفتح صفحه جديده مع بعض، طب والله العظيم هتغير، طب والله العظيم هبقى رهن اشارتك، طب والله العظيم لو شاورت كده هعمل. بيتلذذوا، انت بتعلي عندهم المتعه. المهم، فانت طبعا لما انت بتعملي كده طبعا بتنزلي من كرامتك. طبعا هو بيكون عايز الموضوع ده، عشان كده بيختفي، فبيرجع ولا خلاص انا اكبر بخاطرها بقى، انا لسه الخطه لسه ما دخلتش على التقيل خلاص. فبيبدا بقى الباشا يحاوطك، يعني يبدا يفرض عليكي حاجات انت ما ينفعش ان انت تعمليها، او ما كانش ينفع انك تعمليها. يبدا يقطعك عن شغلك، يبعدك عن اصدقائك، يغير من اصدقائك، يغير من اهلك. وانت تكلميهم ليه؟ تقول له انا عايزه اخرج مع اصحابي وحشوني ومش عارفه ايه. يعني ايه تخرجي مع اصحابك؟ لا ولا ولا لا لا تبقى لا عنده، وانت تقولي ايه؟ طب اسمع كلامه، طب خلاص ومش عارفه ايه. هو لما بيجي بيقولك لا، انت بتفتكري ان هي غيره بقى وحمشانه وبتاع. لا، هو مش بيقولك لا عشان كده، هو بيقولك لا عشان يسيطر عليكي، عشان ما يخليش حاجه في الدنيا كلها معاكي غيره. يعني انت لما تيجي تفوقي ما تلاقيش حد حواليك، لا اهلك لا اصحابك لا اي حد، اي كائن، انا بس. فيبقى في ايده المفتاح انا اتحكم فيها. عارفين العروسه المليونات ديت اللي بتقعدي تعملي كده 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 عشان تتحرك؟ خطير فوزي، خطير فوزي، ده خطير. تمام. فبيبدا ان هو يقطعك عن الناس اللي حواليكي علشان تقدري ان انتي تفضلي على طول سمعا وطاعا يا سيدي. يبدا بقى هو ايه، خلاص ضمن انا قطعتها، مفيش حد تقدر ان هي تروح له تعمله تسوي له، تقدرش تخرج من الزون اللي انا عامله لها، المكان، الحدود اللي انا رسمها لها خلاص. فتبداي انت بقى نايمه صاحيه، بعت رساله، تمسكي ماسكه التليفون، مستنيه منه مسج، مستنيه منه مكالمه، مستنيه منه يشوفك، يجي ينقطك بالمقابلات، يجيلك كل يومين 3 مره، وبعدين كل اسبوع مره، وبعدين تكتشفي ان هو بيخونك وتقعدي تقلبي الدنيا، ويجي ويضرب ويمد ايده عليكي ويشتمك، وبعدين يلعب دور الضحيه. ولما يحس ان انت فقتي وتقولوا له انا مش عايزاك، انت شخص خاين، انت ينزل يبوس على رجليكي. خطير فوزي بقول لكم، بينزل ويعيط، يعيط، يبكي، يصيح، يعيط، لا ما تسيبنيش، انتي الحب، وانتي انا ما اقدرش اعيش من غيرك، غلطه وخلاص. فانتي بتضطري تسامحيه، وبتضطري زي العبيطه بترجعي تسامحيه وتديله فرصه تانية، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك مطفيه حرفيا. هو ده الرجل النرجسي، هو ده ايه الراجل النرجسي اللي بيقطعك عن العالم والناس. تمام. ازاي بقى يا هدير نتعامل مع الشخصية النرجسية دي؟ ركزوا معايا. اول حاجة لازم يكون عندك الوعي. يعني ايه الوعي؟ الوعي يعني انا مع الشخص النرجسي، يعني شوفي صفات الشخص اللي معاكي، هل هو في الصفات اللي انا قلت عليها دي؟ هل هو في صفات ان هو بيقطعك عن العالم والناس، بيحاول ياخدك من اهلك، بيحاول ياخدك من صحابك، بيقولك لا على كل حاجة، هو يخرجك بس لما يجي يخرج بيخرج معاكي، هو يخرج معاكي، لكن خروج مع صحابك لا، مع اهلك لا، ممنوع، مش عارفة ايه، بيغير من صحابك، بيغير من اهلك، بيغير من اي حد تعرفيه في الدنيا خلاص. هو بس اللي بيتحكم في حياتك، هو عنده هس في دماغه، عدم ثقة في النفس. اول لما انت بتسيبيه او ان انت تعمليه، بيبدأ يجي وينزل ويركع على رجليكي ويقعد يبوس رجليكي عشان تسامحيه، ويعيط ويتبهدل. طبعا ممثل يعني وقذير، انت عارفة. فالشخص ده اعرفي ان هو نرجسي، انا اعترفي، قولي انا مع شخصية نرجسية. دلوقتي اتعامل معاه ازاي؟ اعرفي حاجة، اول حاجة عشان تعرفي تطلعي من السجن اللي هو حطه فيكي ده، لازم
تأمني نفسك نفسيا، لان انت بدأتي تفقدي انوثتك. الانثى لما بتبقى عايشة في عدم امان بتبدأ تفقد انوثتها، لان الانوثة هي الامان، هي النفس. خلاص، الانثى عاملة زي الوردة. الوردة دايما بتحب الهوا، بتحب الحرية، بتحب الحياة، بتحب ان هي دايما تكون تمشي كده مع الهوا وراحة جاية وبتاع والكلام ده. لكن لما الشخص يجي يقطفها وياخدها ويحطها في ايده كده ويقفل عليها وياخدها، بتموت. لكن الشخص اللي بيقعد يعتني بيها ويسقيها ده الصح، ويسيبها في وسط الحرية والهوا، دي المعاملة الصح للأنثى. هي وردة، والله العظيم بجد الأنثى هي الوردة. يا بإيدك ان انت تخليها تزبل، يا بإيدك تخليها تفتح وتورور. تمام؟ فعشان كده فلازم يكون عندك الوعي. طيب يا هدير اعمل ايه مع الشخص ده؟ الشخص ده اول حاجة لازم يكون عندك إرادة، اللي هو تجيبي اخرج بقى، اللي هو ايه؟ انا خلاص مش قادرة استحمله، انا اديت له فرص كتير، خلاص هتفضلي طول عمرك متهانة، هتبقي راضية بالإهانة، كل شوية يمد ايده عليكي، كل شوية يقرفك، كل شوية يتعبك، ما ينفعش. فلازم يكون عندك الإرادة، اللي هو خلاص كفاية إهانة لحد كده، كفاية خيانة لحد كده، كفاية أنا واحدة مش لاقية نفسي، أنا واحدة مش عارفة أبص لنفسي، أنا واحدة مش عارفة يعني أوازن نفسي تاني. بصي على البنات، بصي اتفرجي عليا، اتفرجي على ناس تجيبلك طاقة إيجابية. اول حاجه تبداي بيها انك انتي تتفرجي وانتي قاعده كده وهو بيروح ويجي عليكي ويخونك وبتاع والكلام ده، تبداي تتفرجي على فيديوهات سمعيه، اذا كانت بودكاست او تتفرجي يعني زي ما بتتفرجي على الفيديو كده عليا، تبداي تتفرجي على فيديوهات تحفيزيه تحفز الانوثه اللي جواكي، تحفز خلينا نسميها ايه، تحفز الطاقه اللي جواكي، تحفز ان انتي واحده لازم تتقدري، لازم تعاملي، لازم الشخص اللي معاكي يكون يعاملك على انك ملكه، لازم يبقى حنين عليكي، ما يضربكيش، ما يمدش ايده عليكي، ما يشتمكيش، ما يقطعكيش عن الناس، عن الحياه، ما يعيشكيش في سجن. حاجات فيها طاقه ايجابيه. خلاص، ده رقم واحد. يبقى رقم واحد، قصدي رقم 2. رقم واحد الوعي ان معايا دوت شخص نرجسي، خلاص. رقم 2 نبدأ ان احنا نحفز دماغنا، نحفز جسمنا، نحفز سمعنا، عينينا، بالفيديوهات اللي تخلينا نتقوى، ان احنا يكون عندنا إرادة عشان نبدأ ان احنا نخلص من الشخص ده، الشخص السام ده. تمام؟ عارفة ليه؟ لان انت لو استمريتي معاه والله العظيم هتخسري نفسك، تخسري نفسك، تخسري شبابك، هتخسري جمالك، وفي الاخر هيسيبك ويتف عليكي ويروح يخونك مع واحدة يعمل معاها الاستراتيجية دي تاني من اول وجديد. هيستنزفك عاطفيا، هيستنزفك جنسيا، هيستنزفك ماديا، هيستنزفك كل انواع الاستنزاف. زي ما اقول لكم الوردة اللي بيتشفت رحقها كده، بتبقى خلاص مش قادرة، بتموت. فخلي بالك، اصحي قبل فوات الاوان، اصحي قبل فوات الاوان. لو مش بيعاملك زي الملكة ما بدهاش. طيب هنعمل ايه تاني؟ مش عارفة، التليفون الناس كلها فجأة بتفتكرني وانا بصور. بعدين بعد ما انت تحفزي نفسك بان انت بقى خلاص هتاخدي القرارات وبتاع وكلام، تبدأي بقى مرة واحدة خلاص انت متحفزة وعندك الإرادة وبتاع، اول لما هو بقى بيغيب بيخونك او مش عارفة ايه، تاخدي بعضك وتقومي تروحي على اهلك. لو انت متجوزة نرجسي، خدي بعضك وروحي على اهلك. خلاص، غايب بقاله يومين 3 4، غايب بقاله ايا كان، خدي قرار، انا مش عايزه، انا هنفصل منه خلاص. عارفه ان بيبقى فيه ضغوطات من الاهل، وليه يا بنتي، وايه اللي بيحصل، وايه اللي مش عارفه ايه، تبداي بقى تتكلمي، قولي بيمد ايده عليا، بيشتمني، بيهني، بيخني، بيعمل، بيسوي، حاططني في سجن، مش بيحبكوش، مش عايزني اتواصل معاكم، مش عايزني ان انا اكلمكم، مش عايزني، كل حاجه تقوليها لاهلك. ده بالنسبه ليكي انت. لو انت متجوزه نرجسي لازم تقطعي العلاقه، تطلقي منه بجد بجد عشان نفسك. تمام؟ لو انت حبيبك نرجسي
فانتي ربنا بيحبك ان انتي ما اتجوزتيهوش، ولازم ان انتي تاخدي قرار الانفصال عاجلا وليس آجلا. لازم. الشخص ده لو انتي كملتي معاه هتموتي، هتموتي نفسك بالبطيء، وتقعدي تقولي يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتني سمعت كلامك يا هدير. انا كمية ناس بيقعدوا يقولوا لي يا ريتنا سمعنا كلامك يا هدير، ناس كتير جدا. يعني انا بنصح واقول لكم يا جماعه خلي بالكم هيحصل كذا كذا كذا. يا جماعه انا واحده يعني عندي بصيره، انا عارفه، عندي خبرات في الاستشارات والدنيا، خلي بالك. وبقعد اقول واتكلم ويجولي في الاخر يقول لي يا ريتنا سمعنا كلامك. والله العظيم انت بتفهمي. طب ما انا عارفه ان انا بفهم، انا اوريدي عارفه. المهم لو انت بقى حبيبك نرجسي، لازم ان انت برضو خلاص لازم اسيبه. عارفه ان الموضوع هيكون صعب، عارفه ان انت عندك تعلق مرضي، عارفه ان انت مش قادره تسيبيه، هو الاكسجين بالنسبه لك. تمام، هو الحضن بتاعه ده هو الاكسجين بالنسبه لك. بس حطي في دماغك حاجه، الحضن بتاعه ده ولا ان هو كل شويه يهني ويبهدلني ويضربني هفضل ساكته كتير؟ اكيد جواكي حته فيها صحوه، حته كرامه، حتى لو كرامتك اتداست تحت رجليه عندك حته لسه موجوده. لو صحيت هتكبر وتنتشر. بس صحيها انت، بس صحيها. لازم يكون عندك الاراده، لان ما ينفعش العلاقه دي بتموتك. انا عارفه ان انا الكلام سهل، بس التنفيذ صعب جدا. عشان كده اللي عايز يفك التعلق من نرجسي ضروري تيجوا تحجزوا معايا جلسه. انا بعرف ازاي بديكي حاجات فيها تكنيكس، زي مثلا التفريغ الكتابي، زي مثلا انك انتي بتعملي حاجات بخليكي تقوليها بصوتك، حاجات تعمليها قبل ما تنامي، حاجات اخليكي تفك التعلق المرضي بالانسان ده غصب عنك. يا حبيبه قلبي، حياتك مش هتعيشيها غير مره واحده، فلازم ان انتي حياتك دي ما تضيعهاش مع الشخص الغلط. لان في ستات كتير وبنات كتير بتندم وبتقعد تقول يا ريت اللي جرى مكان، ويا ريتنا كنا نعرف ان احنا الشخصيه دي كده. تمام، انا بحبكم كتير. اي سؤال عن اي حاجه تخص النرجسي اكتبوا لي في الكومنتات. زي ما قلت لكم الابراج النرجسيه هي زي ما قلت لكم الدلو نرجسي جدا، العقرب ده كبير النرجسيين، ده البوس بتاعهم، الليدر بتاعهم. الابراج الترابيه كلها سواء جدي عذراء ثور نرجسيين جدا. خلاص، والجوزاء شويه في نرجسيه بس عبيط، يعني بيروح ويجي وكده. تمام، و 3/4 كلهم نرجسيين. بس تتعاملي صح، لو اتعاملتي صح خلاص الموضوع هيبقى زي العجينه في ايديكي. ولو في اي سؤال اكتبولي في كومنتات. وكان معاكم هدير، باي باي.